أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في الخميس الأخير من شهر إبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر. إيه هو التوقيت الصيفي؟ وإيه أهميته؟ وإيه هي مميزاته وعيوبه؟ وقبل ما نبتدي، لو أنت أول مرة بتشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبك الفيديو، ولو أنت مشترك فعلا ما تنساش تكلم أصحابك عننا عشان يشوفونا. التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في عدة دول مرتين في السنة ولمدة كذا شهر كل سنة، وبيتم فيه تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية الربيع، والرجوع تاني 60 دقيقة في بداية الخريف. والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو زيادة عدد ساعات النهار، واللي بتزيد بالتدريج من بداية الربيع. وبتيجي ظاهرة زيادة عدد ساعات النهار في الربيع وفي الصيف وإنها تقل تدريجيا في الخريف وفي الشتاء نتيجة لميل محور دوران الكرة الأرضية حوالي 23.4 درجة على مستوى مسارها حوالين الشمس. وبيكبر الفرق في طول النهار سواء في الصيف أو في الشتاء بالتدريج حسب موقع البلد عن خط الاستواء، بحيث إن البلاد القريبة أو اللي بتقع على خط الاستواء بتبقى ساعات النهار فيها طويلة ومش محتاجة للتوقيت الصيفي. أما الدول اللي بعيدة عن خط الاستواء شمالا وجنوبا فبيقل فيها عدد ساعات النهار كتير، وبالتالي هي محتاجة إنها تعمل التوقيت الصيفي. في المجتمعات الحديثة الوقت بيشتغل فيها على أساس التوقيت القياسي بدلا من التوقيت الشمسي، يعني معظم الناس مش بتقوم بتظبيط جداولها على أساس حركة الأرض بالنسبة للشمس. مواعيد الشغل يعني والدراسة والنقل بتكون محددة في الوقت نفسه طول السنة بغض النظر عن موقع الشمس. وعلى العكس تماما كانت الحضارات القديمة بتظبط جداولها اليومية اعتمادا على الشمس بمرونة أكتر من التوقيت الصيفي الحديث، وده عن طريق تقسيم دور النهار إلى 12 ساعة بغض النظر عن ضوء النهار نفسه، علشان كل ساعة تكون أطول في النهار في فصل الصيف. يعني مثلا الساعات المائية الرومانية القديمة كان ليها مقاييس مختلفة لشهور مختلفة في السنة. كانت الساعة الثالثة بعد شروق الشمس بتبتدي عند خط عرض روما الساعة 9:02 حسب ساعتنا الحديثة، وبتستمر لمدة 44 دقيقة في أقصر أيام السنة في الشتاء، لكنها بتبدأ الساعة 6:58 دقيقة وبتستمر لمدة 75 دقيقة في أطول أيام السنة في الصيف. بعد العصور القديمة جت الساعات المدنية متساوية الطول مكان الساعات القديمة مختلفة الطول، عشان كده بقى التوقيت المدني ما بيختلفش طوال أيام السنة. في فترة عمله كمبعوث أمريكي في فرنسا سنة 1784 نشر بنجامين فرانكلين رسالة باسم مجهول إنه على الباريسيين إن هم يقتصدوا في استخدام ضوء الشموع، بإن هم يستيقظوا مبكرا عشان يستمتعوا بضوء الشمس لأطول فترة ممكنة. كمان هو مبتكر المثل الإنجليزي القديم اللي بيقول إن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يجعل الرجل صحيحا وغنيا وحكيما. لكن فرانكلين ما اقترحش العمل بالتوقيت الصيفي في الوقت ده لأن أوروبا في القرن ال18 ما كانتش بتعتمد على ساعات زمنية دقيقة. أول من قدم اقتراح العمل بالتوقيت الصيفي هو عالم الحشرات النيوزيلندي جورج فيرنون هيدسون، اللي عمله في جمع الحشرات خلاه عنده أوقات فراغ كتير وخلاه يقدر ساعات ضوء النهار. قدم هيدسون سنة 1895 ورقة لجمعية الفلسفة بإضافة 120 دقيقة إلى ساعات ضوء النهار، ولقت الورقة دي اهتمام كبير في نيوزيلندا، وده شجعه على إن هو يقدم ورقة تانية سنة 1898. بينسب الكثير من الكتاب بالغلط اختراع التوقيت الصيفي للبناء والمكتشف الإنجليزي ويليام بيلت، اللي قدم اقتراح هو كمان بالعمل للتوقيت الصيفي من غير ما يعرف هو أو هيدسون كل واحد فيهم بشغل التاني. خلال جولة صباحية مبكرة في شوارع لندن سنة 1905 اتخض ويليام بيلت من عدد سكان لندن الكتير اللي نايمين لفترات طويلة في يوم صيفي مشمس. وكلاعب جولف متحمس كان الحل الوحيد اللي موجود عنده هو تقديم الساعة 60 دقيقة خلال شهور الصيف، في اقتراح نشره بعد كده بسنتين سنة 1907. أخذ الاقتراح ده عضو مجلس النواب اليساري روبرت بيرس وقدم ورقة لمجلس النواب الإنجليزي سنة 1908 لاستغلال الوقت بإضافة
60 دقيقة لساعات النهار. اتعملت لجنة لفحص الورقة دي من مجلس النواب الإنجليزي ومناقشتها، لكنها فشلت في إصدار قانون، واتقدمت أوراق تانية بتطالب بإصدار قانون بإضافة 60 دقيقة للتوقيت بتاع ساعات النهار في الصيف، لكنها فشلت هي كمان. فضل ويليام ويلت يحاول الضغط على المسؤولين في المملكة المتحدة للعمل باقتراحه لحد وفاته سنة 1915. كانت ألمانيا هي أول دولة بتستخدم التوقيت الصيفي سنة 1919 خلال الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منه هو الحفاظ على الفحم والطاقة في خلال الحرب. بعد كده بفترة بريطانيا وأغلب حلفائها وكتير من الدول الأوروبية ابتدوا هما كمان يطبقوا ويستخدموا التوقيت الصيفي لنفس الهدف، الحفاظ على الطاقة. استنت روسيا وبعض الدول الأوروبية التانية لسنة 1917 عشان تبتدي تطبق التوقيت الصيفي. سنة 1918 بدأت الولايات المتحدة هي كمان تبتدي تستخدم وتطبق التوقيت الصيفي عندها، وابتدى العالم يسن تشريعات جديدة وإصدار قوانين لتحسين الوقت. أكيد في مؤيدين ومعارضين لتطبيق واستخدام التوقيت الصيفي. طب ما تيجوا نتعرف على وجهة نظرهم. مؤيدي تطبيق التوقيت الصيفي واستخدامه بيتكلموا على إن النظام ده فيه فايدة للحفاظ على الطاقة وملائمته لأوقات الخروج والاستمتاع بالأنشطة، كمان إن هو مفيد للصحة وبيقلل من زحمة السير وبيقلل من انتشار الجرائم. واللي بيأيد تطبيق التوقيت الصيفي هما المجتمعات المدنية اللي بيشتغلوا في المدن زي أصحاب الأعمال ورياضيين الهواء الطلق اللي بيستمتعوا بالهواء وأصحاب شركات السياحة. أما معارضين تطبيق التوقيت الصيفي واستخدامه فبيقولوا إن مسألة ترشيد استهلاك الطاقة دي شيء مش أكيد، كمان إن تغيير التوقيت مرتين في السنة بيسبب خلل في الأمور الاقتصادية والاجتماعية وبيسبب أضرار صحية كتير، وكده يبقى النظام ده منوش فايدة. واللي بيعارض تطبيق التوقيت الصيفي واستخدامه هي مجتمعات المزارعين وأصحاب شركات النقل وأصحاب أعمال الترفيه في الأماكن المغلقة. أغلب الدراسات اللي اتعملت على تطبيق واستخدام التوقيت الصيفي في العديد من الدول لقت إن النظام ده موفرش الطاقة بالقدر الكافي، كمان ما قللش من انتشار الزحمة ولا قلل من انتشار الجرائم في الدول دي. كمان بعض الشركات اللي عملت دراسات لقت إنه تطبيق النظام ده وإن تغيير الساعة مرتين في السنة سبب لها أضرار وخسائر كتير جدا، وخصوصا شركات البرمجيات والتكنولوجيا. صحة الإنسان دي حاجة مهمة جدا، وكتير من الدول اللي طبقت النظام الصيفي لقت إن النظام ده سبب أضرار صحية كتير، لأن الدول دي لقت إن تغيير الساعة وإضافة 60 دقيقة لضوء النهار سبب بعض المشاكل الصحية لكتير من الناس لزيادة عدد ساعات ضوء النهار وزيادة ضوء الشمس. صحيح إن تعرض لضوء الشمس مفيد في الحصول على فيتامين دي لجلد الإنسان، لكن زيادة التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة سبب عند بعض الناس سرطان الجلد. ده غير إن تغيير التوقيت مرتين في السنة سبب في اختلال في عدد ساعات النوم عند بعض الناس واللي استمر معاهم لعدة أسابيع. كمان دولة زي السويد لما عملت دراسات على استخدام وتطبيق التوقيت الصيفي عندها لقت إن ده سبب بعض الأزمات الصحية الكتير، ومنها إنه سبب أزمات قلبية عند بعض الناس بعد تغيير التوقيت. بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي سنة 1945، وكان نتيجة للأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم خلال الحرب العالمية الثانية وسبب ارتفاع في أسعار المحروقات. توقف العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لمدة 12 سنة لحد ما رجع سنة 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وفضل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لحد سنة 1975، وحصل بعض التعديلات في القوانين اللي حددت مواعيد بدءه بدقة لحد ما لغاه الرئيس أنور السادات. رجع التوقيت الصيفي لمصر تاني في عهد الرئيس حسني مبارك في بداية سنة 1982، وتم تطبيقه لمدة 3 سنين وبعدين تم وقفه، وبعدين رجع تطبيقه تاني بداية من سنة 1988 ولحد سنة 2011، وكان دايما ترشيد الطاقة هو المبرر الرئيسي لتطبيق النظام ده. في عهد حكومة عصام شرف سنة 2011 تم إلغاء التوقيت الصيفي لأول مرة نتيجة لاستفتاء اتعمل في الوقت ده. في مايو 2014
تم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر باستثناء شهر رمضان نتيجة لأزمة الطاقة العنيفة اللي ضربت مصر في السنة دي. بعد 7 سنين من إلغائه تم الإعلان في 1 مارس عن رجوع التوقيت الصيفي لمصر بداية من أواخر شهر إبريل بعد انتهاء شهر رمضان في 2023. لو استفدت من الفيديو ده وعجبك ما تنساش تعمل له شير ولايك. سلام.